ازدياد اعداد اللاجئين في مصر من كل الجنسيات اصبح بيمثل خطوره على الامن القومي المصري، على الاقتصاد المصري، على الديموغرافيه تركيب السكان في مصر. المصريين بيطلبوا ايه من دولتهم ومن رئيسهم ومن حكومتهم ومن اجهزتهم السياديه؟ ده اللي احنا هنقوله النهارده، مما لا شك فيه ان طبعا احنا عندنا لاجئين من كل الدول، عندنا لاجئين من اليمن، عندنا لاجئين من العراق، عندنا لاجئين من ليبيا، عندنا لاجئين من سوريا، عندنا لاجئين من السودان، عندنا لاجئين من لبنان. فاحنا عندنا لاجئين من دول كتيره جدا، لكن عندنا لاجئين من جنسيات معينه ومن دول عربيه معينه باعداد ضخمه فاقت الحد، حتى انها اصبحت بتكون تجمعات مع نفسها كبيره. التجمعات دي مما لا شك فيه انها اصبحت بتشكل خطر على الامن القومي المصري، اصبحت بتشكل خطر على اقتصاد مصر وعلى حياه المصريين. وتعالوا بقى نتكلم بصراحه، احنا قلنا قبل كده الضيف اللي عندنا، اللاجئ اللي عندنا ده ما اسموش لاجئ، ده اسمه ضيف. الظروف في بلده اضطرته ان هو يسيب بلده، ظروف الحرب طبعا اضطرته ان هو يسيب بلده، فهو اختار مصر كبلد امنه مستقره وبلد شقيقه، واهلها هو حابب انه يعيش معاهم ويكون ضيف عليهم. على راسنا من فوق وكتر الف خيرك، ومصر اتفتحت لك، واهل مصر اتعاملوا مع اللاجئين اللي عندنا وشالوهم من فوق الارض شير، اخواتنا ومفيش مشاكل. ولكن بعد ما استقرت الامور عندك في بلدك، فاحنا بنرجع نقول تاني ايه؟ اتفضل ارجع بلدك تاني. اخوه السوريين اللي عندنا النهارده في البلد باعداد كبيره، لما يروحوا شغلهم بقى يروحوا بلدهم، هيسيبوا الشغل اللي عندهم ده للمصريين يشتغلوه، وهيسيبوا الشقق اللي هم مأجرينها بارقام فلكيه، لان انت بتتكلم عن عرض وطلب. انا دلوقتي مواطن مصري بقبض 6 7000 جنيه في الشهر، معيش ادفع، هو اخري هروح اجر شقه ب 2000 جنيه ب 2500 جنيه. لما صاحب الشقه يروح يلاقي معروض له واحد جاي يقول له هاخد الشقه، احنا 3 4 سوريين هناخدها ب 5000 جنيه، انا اخدها ب 6000 جنيه. ما هو المصري عيشته صعبه. طب انا كنت مستحملك عشان بلدك في ظروف، دلوقتي بلدك ظروفها اتحسنت، اتفضل ارجع بلدك. هتقول لي لا انا مش عايز ارجع بلدي، هقول لك يبقى انت مالكش انتماء لبلدك، واللي مالوش انتماء لبلده مالوش انتماء ليا لبلدي. ويبقى انا كده زي ما انت كده ايه، كاره بلدك ومش حابب ترجع لها وما وحشتكش، يبقى بلدي مش هتهون عليك، ولا عمرك هتنصفها ولا تقف معاها، ولا عمرك كمان هتشكر الناس اللي استضافوك وحطوك فوق راسهم من فوق. فانا دلوقتي طلبي مش ان كل اللاجئين اللي في مصر يرجعوا بلدهم، لا، احنا اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. النهارده عندنا جاليه سوريه ضخمه قعدوا اتجوزوا وخلفوا وبتاع بالسلامه على بلدكم. بلدكم دلوقتي اصبحت امنه مستقره. مش عايزين تروحوا بلدكم، اتفضلوا بقى بلد تانية، وده طلب بنطلبه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه طيب انا بقول الكلام ده؟ لان النهارده طلع خبر ان سفير الاتحاد الاوروبي بيقول حزمه مساعدات لمصر تقدر ب 9 مليار يورو، مصر اخذت منها بالفعل 4.5 مليار يورو في اليومين اللي انا بتكلم فيهم مع حضراتكم دول. الراجل قال دي مش فلوس مقابل ان مصر توافق على تهجير الفلسطينيين لسيناء، لا، دي ضمن حزمه مساعدات لمصر ودول زي تونس والمغرب والجزائر اللي هم جنوب المتوسط، عشان يمنعوا الهجره لانجلترا وفرنسا واسبانيا والدول اللي بتطل الناحيه الثانيه على البحر المتوسط. يبقى اوروبا قفلت الباب، مش عايزه تستقبل لاجئين. ليه؟ لان اللاجئين دول بيستنزفوا اي بلد بشكل اقتصادي ضخم جدا. انا بقى مصر شالت اكتر من حملها كتير جدا. طيب مش عايزين ترجعوا بلدكم، يبقى الدول العربيه كلها تشيل مع بعض مليون لاجئ من الجنسيه دي، يا عم احنا ناخد 100 وكل دوله تاخد 100، ما عنديش مشاكل. فانا بالنسبه لاخواتنا السوريين واخواتنا الليبيين، اوضاع بلدكم استقرت، انتوا قاعدين عندنا هنا في البلد مأجرين شقق، بعد اذن حضراتكم اتفضلوا. طبعا الكلام ده مش هيتم، مفيش حد هيبقى قاعد وهيمشي من نفسه، عشان كده احنا بنتكلم الكلام ده لبلدنا وبنقول لهم خلاص احنا مش عارفين نعيش، احنا مش عارفين نعيش، ومفيش داعي ان احنا نستحمل وضع زي ده. وضع زي ده نستحمله على راسنا من فوق لما تكون الناس مضطره. الناس مش مضطره ما تعيشنيش في وضع صعب، وانا مش مضطر. ليه؟ لان الاستاذ اللي عايش معايا بياكل من اكلي وبيسكن في بيتي وبيغلي عليا الحياه وبيصعب عليا العيشه، بلده اصبحت امنه ومستقره. ما بيروحش ليه؟ ما بيرجعش بلده ليه؟ هو سايح؟ هو راجل سايح جاي يومين 3 وماشي؟ لا، ده راجل مقيم عندي في البلد، قاعد مواطن. ما ينفعش يبقى مواطن، لا، يرجع بلده يبنيها ويعمرها من اول وجديد. مالوش خير في بلده ومش عايز يرجع لها، هيبقى له خير فيا. مش هتكسف وانا بقول له اتفضل على بلدك. تركيا عملتها، احنا كمان نعملها. تمام؟ المصريين طبعا ما وصلوش لمرحله قله الادب اللي وصلوا لها الاتراك في الاخر. الاتراك كانوا بيدخلوا يهجموا على محلات الاخوه السوريين هناك،
كانوا بيدخلوا يتخانقوا معاهم في الشوارع. فيعني احنا ما وصلناش للمرحله دي. احنا بنطلب من الناس بكل ادب، ونطلب من بلدنا الوضع 1 2 3 لو سمحتم. الناس اللي بلادهم استقرت زي ليبيا وسوريا يتفضلوا. اهلنا في السودان عندهم ظروف صعبه، على راسنا من فوق. اول ما بلدهم تستقر والدنيا عندهم تروق وتحلى، برضو احنا هنقول لهم يا جماعه لو سمحتم ارجعوا بلدكم. الحدود معاهم مقفوله، الحدود معاهم مقفوله، لان طبعا مش مسموح ان حضراتكم تسيبوا بلدكم للغرب يحتلوها ويغتصبوها وياخدوا خيرها وتنزحوا لبلد تانية. حضرتك بقى ايه؟ سبت بلدك تخرب وجاي تخرب بلدي. انت كده مش جاي تستغيث بيا، انت كده انسان، هتبقى انسان جبان جاي تهرب من بلدك، جاي تهرب من الحرب. لا معلش انا اسف، لا روح اقعد دافع عن بلدك بقى واحميه. احنا استضفنا الناس اللي غصب عنهم الظروف اجبرتهم على كده. مش مستعد انا بقى استقبل لا شباب ولا رجاله ولا اي حد قادر ان هو يشيل سلاح ويدافع عن بلده. انا اسف. وبشوف شباب كتير جدا من الجنسيه السودانيه موجودين هنا بيروحوا جيم وبيلعبوا كوره وبيتفسحوا. لا معلش، ده بلدك محتاجالك. بلدك يا باشا بتحتل. بلدك اللي انت تقول لي حلايب وشلاتين، حلايب وشلاتين، بلدك كلها بتروح. ويا ريت بلدك، ده بلدك وشرف ستات بلدك. فنتحرك شويه في ملف اللاجئين ده يا دوله، بعد اذن الحكومه وبعد اذن السيد الرئيس وبعد اذن كل النواب والاعلاميين. انا بطالب الملف ده يتفتح بقوه الفتره اللي جايه، ويكون في ضغط على الدوله، ويكون في راي عام يتكون كده. وساعدوني وشير يا جماعه للكلام ده بعد اذن حضراتكم.